رح نعمل اليوم أطيب مقلوبة باذنجان بدون الرز. رح نعملها مع الفريك، نقدر ناكلها مع الخيار واللبن يا إما مع سلطة الخضرة، وطعمتها ونكهتها كتير طيبة ومميزة. إذا كنتوا عاملين دايت ما بدكن تاكلوا الرز، كل مرة الرز بينصح. طريقة كتير مميزة وطيبة، بتنفع لمرضى السكر كمان، لأنه الفريك والباذنجان كتير مفيد لمرضى السكر. نقدر نعملها مع دجاج يا إما مع اللحمة. أنا عندي هون كيلو من اللحمة، غمرته بالمي وتركته على النار لحتى يبلش غلي ويطلع الزفرة اللي على الوجه. حشيل الزفرة كلها من الوجه ونزل عليه بصل، ورق الغار، عيدان القرفة حسب المتوفر عندي. بعد ما بلش غلي ونظفت الوجه بغطيها بورقة زبدة وبغطيها بغطا الطنجرة بإحكام كرمال اضغط البخار داخلها، وبخليها على نار هادي لمدة ساعة ونص. هلأ هون عندي كيلو ونص من الباذنجان، بغسله وبنشفه وبقشره بهيدا الشكل، وبقطعه لقطع مستطيل أو دائري على حسب الرغبة، وبخليها سميك شوي. برش عليها ملح وبخلطها مع بعض منيح كرمال أنا حاشويها بالفرن. برش عليها زيت زيتون، تقريبا معلقتين زيت زيتون، وبفركهم بإيدي لحتى يتشربوا الزيت بهيدا الشكل. بحمل الفرن مسبقا على درجة حرارة 220، بخدن على صينية الفرن الشبك على شبكة الفرن، بصفتهم بهيدا الشكل. هلا هيك صفتهم كلهم بهيدا الشكل. وهلا باخدهم على الفرن بعد ما سخنته قبل ب10 دقايق. الفرن عندي على كهرباء، تركتهم لمدة 20 دقيقة لحتى تحمروا من الأعلى والأسفل بهيدا الشكل. تاتا وضربني فيها. بقدر حمرهم كمان بهيدي القلية الهوائية، ما بتاخد عندي وقت، هيدي أسرع من الفرن. عندي 4 حبات من البصل، رح أقطعهم إلى شرائح طويلة يا أما بقطعهم قطع صغيرة على حسب الرغبة. هلأ هون قطعت البصل كلها إلى شرائح. بسخن مقلاية على النار، بنزل عليها معلقتين من زيت الزيتون ل3 معالق زيت زيتون، بتركها لحتى تسخن. بنزل عليها البصل، بقلب البصل باستمرار. هلأ هون صار عندي البصل جاهز، باخدهم على جنب. هلأ عندي هون الفريك البلدي، عندي 2 كوب من الفريك منقى ومنضف. باخدهم وبغسلهم لحتى يروح منهم هيدا اللون الأسود ليتحول عندي اللون لهيدا اللون الأبيض. بصفيهم من المي وباخدهم على طبق، بنزل عليهم معلقة صغيرة من 7 بهارات، معلقة من القرفة، معلقة من الملح، نص معلقة من الهيل المطحون. بخلطهم مع بعض. بخلطهم لحتى يتخلط البهار مع الفريك. وهلا من بعد ما خلطت البهار مع الفريك هنزل عليهم البصل يلي قليته وخلطهم مع بعض. وهلا بعد ما خلطت الفريك مع البصل بتركهم على جنب. وهلا بجيب الطنجرة يلي بدي اطبخ فيها المقلوبة، بصفت بأرضها البندورة اللي هي الطماطم،
إذا اتحرقت أرض الطنجرة هيك بيحترق البندورة، ما بيحترق عندي شي من الطبخة. وهلأ بصفة الباذنجان يلي شويتهم بالفرن على جنب الطنجرة، بنزل اللحمة عليهم بعد ما استوت. اللحمة استوت عندي كتير منيح، صفيتها من المي، صفيتها بالطنجرة بهيدا الشكل. وهلأ بنزل عليها الفريك يلي خلطته مع البهار والبصل. وهلأ هون بصفي مرقة اللحمة وباخد منها 3 كوب، 3 أكواب هني مقياس 250 مل، بنفس مقياس الكوب يلي أخدت فيه الفريك. وهلأ بعد ما حطيت عليهم المي بظبط الطعمة، بشوف إذا طعمتهم ناقصها شي. وهلأ بتركها لحتى تبلش بالغلي. بعد ما تبلش تغلي بغطيها بورقة الزبدة وغطا الطنجرة. خطوة ورقة الزبدة هي كرمال احبس البخار داخل الطنجرة، لأنه حخفف النار، واتركها مدة ساعة لحتى تستوي على مهلة. وهلأ هون مقلوبة الباذنجان صارت عندي جاهزة والفريك استوى كل حبة لحالها. حقلب الطنجرة بصحن التقديم. وهلأ بعد ما قلبت الطنجرة بهيدا الشكل بستنى عليها شوي كرمال ما توقع. برفع الطنجرة شوي شوي. هلأ هيدا شكل المقلوبة، شكل ونكهة. برش عليها مكسرات حسب نوع المكسرات اللي متوفرة عندي، وبقدمها مع السلطة يا أما مع اللبن والخيار. هلأ حاسكب المقلوبة بالصحن التقديم ونشوف الطعمة. وطعمتها ما بتختلف عن طعمة المقلوبة العادية مع الرز. الفريك عطيها طعمة ونكهة كتير طيبة. وأنا قدمتها مع سلطة اللبن والخيار والجرجير والنعناع. وألف صحة وعافية من مطبخ فاطمة العالمي.